تعالَ أفكّرك بحاجة حصلت لك من كام سنة. فاكر من كام سنة لمّا سِبت الشغل اللي أنت فيه وحسّيت إنه دي نهاية الدنيا ونهاية مستقبلك؟ فاكر الحزن اللي أنت حزنته؟ فاكر مشاعرك كانت عاملة إزاي؟ فاكر كنت بتدوّر على أسباب وتقول هو إيه اللي بيحصل لي ده؟ طب دلوقتي تعالَ ارجع بالذاكرة لزمان وافتكر، شوف دلوقتي أنت فين وزمان لمّا كنت زعلان على اللي حصل الوضع عامل إزاي. أنت دلوقتي مش أحسن؟ دلوقتي مش بتحمد ربنا إنك سِبت الشغل ده وربنا كرمك بحاجة أفضل دلوقتي؟ شوف سبحان الله، دايمًا اختيارات ربنا ودايمًا الخطة الإلهية ما فيهاش أي هفوات، كلّها محسوبة بالضبط. فسبحان الله الاختيارات بتاعة ربنا ليك دايمًا هي الأفضل. ممكن في وقتها ما بتعرفش، بس مع السنين بتقدر تعرف، تدرك، بتبدأ البصيرة بتاعتك تتفتح، بتبدأ تشوف بالبصيرة، بيبدأ قلبك ينوّر وعقلك ينوّر، وبتعرف إنه اختيارات ربنا كانت دايمًا هي ليك الصح وهي الأفضل. سبحان الله، شوف دلوقتي أنت مبسوط إزاي وزمان كنت إزاي. شوف دلوقتي أنت بتحمد ربنا إنه ده حصل، بتحمد ربنا إنك سِبت الشغل في وقتها، بتحمد ربنا إنه انتهيت في الوقت ده من الحاجة اللي ما كنتش قادر أنت تاخد فيها قرار. في وقتها كنت شايفها ظلم ليك وإنك كنت حزين وزعلان، ودلوقتي بتقول الحمد لله إن هي حصلت.